هلا إذا أنت بتيجي تقول أنا ليل نهار بفكر في غزة وبدي أساعد غزة، ستجد ناس يقولوا لك يا بتفكر مثل ما بدنا يا بنهينك. لذلك نحن نعمل في نفس الساحة، في نفس القفص، بمفهومين. نفس العائلة فيها واحد دولة بقول لك أنا العميد أنا العقيد في الجهاز الكذا، في نفس البيت في نفس المنزل في واحد ثائر بقول لك أنا من الفصيل الفلاني ولا أعترف بقوانينك يا سلطة يا فاشلة. وبالتالي التناقض حتمي. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا، لكن هذه المرة من منصة جديدة من شبكة فلسطين الإخبارية بودكاست حياة. في فلسطين للحياة حكاية لا تشبه أي مكان آخر، ورغم الألم يولد الأمل، ورغم التحديات تستمر الحياة. بودكاست حياة رحلات مميزة نرصد فيها للحياة كما تعاش، وبتجارب شخصيات لها أثرها في المجتمع. نستهل بودكاست حياة لهذه الحلقة الأولى من البرنامج باستضافة الصحفي المميز والإعلامي الكبير ناصر اللحام، الذي كان له تجارب عديدة في الإعلام والسياسة والحياة الفلسطينية بشكل عام. نتشرف بك زميل ناصر، وأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ منجد، فخور فيك وفخور في الBNN وجهودكم مباركة إن شاء الله. نعم، يعني زميل ناصر، نبدأ بالواقع الفلسطيني، هذا الواقع الصعب في ظل الحرب التي تركت جروح وآلام كثيرة في الحياة الفلسطينية. كيف تصف لنا ما يعني نعيشه هذه اليوم من خلال تجربتك أنت؟ أنت عايشت مراحل عديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كنت أسير ومناضل، وقبل أن تكون إعلامي كنت ناشط مجتمعي، وبالتالي اليوم الحياة الفلسطينية تعيش جرح كبير. السؤال خطير، والسؤال واسع، والسؤال عميق، والسؤال جارح. لكن إذا قدر لي أني أجيب كممثل عن جيلي، نحن فعلنا كل ما بوسعنا، ولم يكن بالإمكان أفضل مما كان. ناضلنا، قاتلنا بإنسانية عالية، من دون عنصرية، من دون كراهية. حاولنا ننشئ مجتمع في مساواة وفي قانون، حاولنا كل الإمكانيات، قدمنا كل ما نملك وليس بعض ما نملك. وفي النهاية إذا كانت هذه نهاية لجيل اليوم بروح على التقاعد، أنا بقول إنه الموضوع أكبر منا، أكبر مني شخصي، وأكبر من عائلتي، وأكبر من حزبي، وأكبر من شعبي، وأكبر من مجتمعي. القضية كبيرة، كل العالم بحارب فينا، كل العالم. بعد 7 أكتوبر 23 اتضح إنه إحنا لوحدنا. المجتمعات العربية مشكورة، والدول العربية مشكورة، والمجتمعات الإسلامية، بس هي مكسورة الجناح، غير قادرة على اتخاذ قرار. اليوم أنا بقول لك إحنا بحاجة لإعادة النظر في خطابنا، وإعادة النظر في أدواتنا، وإعادة النظر في شعارنا السياسي. وهذا يعني شيئين: إما يعني هزيمة وتنازل، أو يعني تطور وتأقلم بشكل يأخذ في الاعتبار العوامل الجديدة. لذلك لابد من وقفة. وإذا بتسألني هل هناك وقفة؟ لا حماس تغيرت، ولا فتح تغيرت، ولا منظمة التحرير تغيرت، ولا شيء تغير. لذلك المأساة مستمرة. أنا كنت أريد أن أسألك، لدينا كان برنامجين في ظل الصراع الحالي في الساحة الفلسطينية: الصراع ما بين الدبلوماسية والحل السياسي، والصراع ما بين أو الطرف الآخر وهو من يدعو إلى الكفاح المسلح. لكن هناك الكثير يقولون بأن البرنامجين فشلا اليوم بعد هذه الحرب الطاحنة وبعد تدمير غزة بشكل كامل. برنامج المقاومة المسلحة لم يستطع أن يحقق أي هدف، وأيضا في المقابل الحل الدبلوماسي ومن يسعى للحل الدبلوماسي والسياسي وعملية السلام أيضا فشل. مضطر أن أبتلع وأقبل هذا الطرح، هذه فرضية مضطر أن أبتلعها، وحتى إن كانت قاسية. بدك تعرف أنه الثورة والدولة مفهومان متناقضان. صحيح أنهم متتاليان، دائما بعد الثورة دولة،
نعم. وبعد الدولة ثورة. هما متتاليان لكن متناقضان. من يدعو لبناء الدولة بده يرسم قوانين، بده يحط ضرائب، بده يزرع شرطة، بده يحط مخالفات سير، بده يراقب، بده يعمل أجهزة أمن. اللي بده يعمل ثورة بده يخرق كل هذه القوانين. لذلك نحن نعمل في نفس الساحة، في نفس القفص، بمفهومين. نفس العائلة فيها واحد دولة بقول لك أنا العميد، أنا العقيد في الجهاز الكذا. في نفس البيت، في نفس المنزل، في واحد ثائر بقول لك أنا من الفصيل الفلاني ولا أعترف بقوانينك يا سلطة يا فاشلة. وبالتالي التناقض حتمي وليس اختياري. يعني إذا بيجي واحد بقول يا إخوان كلنا إخوة، هذا مسطول. هذا مش عارف إنه القطارين راح يصطدموا في بعض في يوم ما. اصطدم. هذه حتمية. نعم. هو ما كان، هو بحسن النوايا كان يقول يا إخوان كلنا إخوة، ومزبوط كلنا إخوة، بس أنت راكب في قطار يسير بسرعة هائلة في هذا الاتجاه وعلى نفس السكة قطار آخر مضاد له راح يصطدم في لحظة من اللحظات واصطدم. نعم. الآن السؤال، إذا قبلنا الطرح إنه فشلت الثورة وفشلت الدولة، أنا بقول إنه هذه نهاية شيء وبداية لشيء آخر. ما هو الشيء الذي يمكن مهم اللي بتحكي أن يتواضع أصحاب الطرح الأول ويتواضع أصحاب الطرح الثاني. يعني اللي بقف على الطاولة بقول إحنا الدولة وإحنا كذا يتواضع شوي لأنه هو بيعتقلوه قبلي. صحيح. واللي بقول إحنا راح نجيب النصر للناس، الله الناس لا عندهم بيوت ولا عندهم أولاد، والإف 35 شالت كل شيء. ما هو الطرح الذي يمكن أن نختاره كفلسطينيين من أجل الخروج من هذا المأزق، يعني من هذا الواقع الصعب الذي وصلنا فيه حد العداء لأنفسنا، يعني في وقت الإسرائيلي يقوم بقتلنا وتدميرنا وتهجيرنا، واليوم المطلوب أيضا تهجير الشعب الفلسطيني سواء في غزة وحتى في الضفة الغربية. أنا لا أرى أن إسرائيل هزمتنا. اللي هزمنا أمريكا والعالم. صحيح. والعالم العربي والعالم الإسلامي، لكن النتيجة يعني هزمونا واحدة. بالخذلان وهزمونا بالقنابل ما ظلش إلا يضربونا نووي، ودعوا إلى ذلك. أمريكان كمان دعوا إلى ذلك. وبالتالي أنا لا أرى أن إسرائيل هزمتنا، وأرى أن إسرائيل سوف تعاني ما نعاني وأكثر. أنا من دعاة الحل السياسي علنا. أنا أدعو للحل السياسي وقلت ذلك، وأصلا أنا ابن منظمة التحرير ولي ما أخذ على منظمة التحرير كثيرة، لكن أنا ابن منظمة التحرير وأختارها كخيار سياسي. يعني لو صار انتخابات بنتخب منظمة التحرير، وقلت ذلك على الهواء أكثر من مرة. علاقتي طيبة بالقوى الأخرى، وأتفهم أنا أنه يكون في وجهات نظر أخرى. لا تستحق التنظيمات الحالية فرصة أخرى، يستحق الشعب الفلسطيني فرصة أخرى. لا تستحق التنظيمات أن تحكمنا مرة أخرى، لكن يستحق أهل غزة أن يعيشوا مرة أخرى. نعم. لا يستحق المسؤولين سيارات جديدة ومناصب جديدة، لكن يستحق أطفال غزة أحذية جديدة. نعم. يعني في ظل هذا الحديث زميل ناصر، يعني وفي ظل وجود يعني سعي لأفق وربما تجربة جديدة فلسطينية، لكن الواقع على الأرض ربما مختلف. هناك إرهابيون متطرفون في الإدارة الأمريكية وفي الحكومة الإسرائيلية هم عنصريون ويدعون للتحرير. ونشاهد يعني ترامب يعني تارة يقول بأنه يعني يريد أن يعني يهجر أهل غزة وينقلهم إلى بلدان مختلفة، وتارة يقول لا أريد ذلك. وبالتالي هناك جنون في السياسة الإسرائيلية الأمريكية. نحن كفلسطينيين وحدنا كما ذكرت في هذه الحلقة، كيف يمكن لنا أن نتصرف ونواجه هذا الجنون الأمريكي الإسرائيلي؟ إذا هجرونا ما بتنحل مشكلة إسرائيل. لنفترض أنه وهذا مرفوض طبعا، أنه نجحوا أنهم يهجروا. من 7 مليون فلسطيني هجروا 1 أو 2 أو 3. هذا سيوزع الغضب على أرجاء العالم كله وفي المنطقة. لنفترض أنهم أخذوا 1 فلسطيني حطوهم في بورت سودان صومال، حطوهم في الصومال الدولة جديدة. طب ما كل البحر الأحمر راح يدفع ثمن غضب الفلسطينيين، زي ما اليمنيين بيضربوا باليستي الآن وبوقفوا التجارة العالمية وبيضربوا حاملات الطائرات الأمريكية. بكرة الشباب اللي بدهم يطلعوا على بورت صومال
بيدبروا حالهم بصاروخ باليستي وبصيروا يقصفوا كل الشرق الأوسط وكل سفن العالم. التهجير ليس حل. نحن لسنا في الحرب العالمية الأولى ولا الثانية. التهجير ليس حل. أنت اليوم لما تهاجر من مكان لمكان بتأخذ غضبك معك، ما بتخلي غضبك في المكان وبتغادر وبتصير إنسان بيسفول وإنسان مبتسم. أنت بتأخذ غضبك معك وبتنجب أجيال غاضبة. لذلك التهجير أزمة فكر. إذن أنت لا ترى فرصة للتهجير ومخططات حتى لو خرج طوعا أو غير طوعا. أنا لفيت العالم تقريبا، التقيت مع الفلسطينيين في كل أرجاء العالم، وجدتم فلسطينيين أكثر منا الموجودين في الأرض المحتلة، من جنوب أفريقيا لأستراليا لأمريكا، لأمريكا الشمالية، لأوروبا كلها، للعالم العربي. وجدت عشقهم لفلسطين يفوق عشقي لفلسطين. وبالتالي التهجير الطوعي أو القسري لن يحل مشكلة لإسرائيل، بل يوزع غضب الفلسطينيين على العالم. هل له فرصة؟ ما في فرصة. وأعتقد أنه اليمين دائما عاقر، ما عنده أفكار. يعني اللي اخترع اليمين واليسار هم الفرنسيين، كانوا يجلسوا على يمين الامبراطور وعلى يسار الامبراطور. اللي مع الكنيسة متحفظين ضد أي تطور سموهم يمين، لأنهم متحفظين ومتقوقعين على ذاتهم ومحافظين. اللي مع ذاتهم. الشباب والانفتاح والانتهاء من عصر الظلمات سموهم يسار. هذه تسمية أوروبية ليست عربية. العرب عندهم صقور وحمائم، في متشدد وفي متفهم. حتى عندنا بقولوا حنبلي على الإمام ابن حنبل والإمام أبو حنيفة، بيعتبروا أبو حنيفة متساهل. بتقول للإمام أنا غلطت بقول لك توب ويعمل. ابن حنبل صارم. في عنا إحنا حمائم وصقور. لا الحمائم ولا الصقور قادرين على إنتاج فكر ينهي الصراع بطريقة سلمية. الذي حاول إنهاء الصراع بشكل كامل وتاريخي هو ياسر عرفات. وعلى فكرة القيادات الموجودة اليوم من كل الفلسطينيين لا تجرؤ أن تعمل ما فعله عرفات أبدا. من مقاتل في بيروت لابس كوفية ملثم بطلق النار وبتصدى للإسرائيليين، فجأة بعد أقل من 10 سنوات بصافح إسحاق رابين وبوقع معه في البيت الأبيض اتفاقية سلام. أنت تفكر في قائد بيجرؤ هيك؟ لما سألوا أبو عمار أصدقائه، ولنا الشرف أنه عملنا مع أبو عمار، قال أنا أرى نفسي ديغول، وقال أنا أبحث عن ديغول في إسرائيل. استنباط من الحرب العالمية الثانية. التجرؤ على الفكرة غير موجود. كل القيادات اللي انت شايفهم من كل الفصائل، من قيادة أبو مازن لحماس لكل الفصائل، يقودهم من في القبور. هذا بقول لك ياسر عرفات الله يرحمه، هذا بقول لك جورج حبش الله يرحمه، الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه، فلان طلعت يعقوب الله يرحمه، كل من في القبور يقودون الأحياء. وهذا معيب للفكر. لا يوجد إنتاج فكر فلسطيني، بل لا يوجد إنتاج فكر عربي. هل لدينا أزمة قيادة أنت تقول؟ لدينا أزمة قيادة في المناصب الرسمية. الفرق إنه أي واحد فكر خارج الصندوق بطردوه في لقمة عيشه وبهنوه وبفلتوا عليه الذباب الإلكتروني، مع إنه بكون جاي بده ينصحهم، فبصير فرستريشن، بصير إحباط، بقولوا أنا مالي يا عم أقعد في البيت أحسن لي. بصير الهامل والكامل يشتموا على الفيسبوك، فتحجب عملية التفكير الحر. هلا إذا أنت بتيجي تقول أنا ليل نهار بفكر في غزة وبدي أساعد غزة، ستجد ناس يقولوا لك يا بتفكر مثل ما بدنا يا بنهينك. وهذا حصل معنا ربما في تغطية الأحداث. في الإعلاميين كلهم اليوم يقتلوا ويتهموا ويخونوا. هلا القتل ليس بعد القتل ذنب، بس يقتلوا. إسرائيل بتستهدفهم في لبنان، زملائنا في الميادين، في كل بين كل المحطات، وبعدين تقول لي أنا محطة، لا أنت عربي. أرى بأنه الحل الوحيد لكل هذه القضايا هو حل سياسي، لكن لا إسرائيل فيها قادة سياسيين
ولا أرى العرب قادرين على أن يصبحوا مؤثرين وأصحاب قرار. وهنا مشكلة منجد إذا في وقت نحكي عنها، إنه ليش كل العالم تظاهرات بالملايين حتى في أمريكا، ويقود التظاهرات يهود ضد إسرائيل، بس العالم ضدنا؟ لأنه أبو عمار كان يحكي لنا في فرق بين الرأي العام والديسيجن ميكر، صانع القرار. أنا بدي صانع القرار، رحنا على صانع القرار. كل البرلمانيين والبرلمانات في العالم بما فيها إيطاليا وأوروبا وأسبانيا وقفوا معنا، برضو ما زبط. لهيك أول اللقاء قلت لك إحنا جيل غريب، عملنا كل شيء، ضحينا بكل شيء وما زبطت معنا. بس هذا بيأكد شيء، إنه هذا صراع أجيال وليس صراع جيل. لا السنوار ولا أبو مازن ولا اللواء فلان ولا العقيد فلان، هذا صراع أجيال وليس صراع قيادات، أجيال. لذلك من أجل أن يتوقف صراع الأجيال علينا أن نجلس على الطاولة ويكون هناك حلول سياسية، أو كل الكلام هذا كلام فاضي. من يوقع الألم بالطرف الآخر أكثر. سألت عبد الله شلح، الدكتور رمضان شلح صديقي الله يرحمه، قلت له في القاهرة يعني كم تريدون أن تقتلوا من اليهود؟ ضحك. قلت له 1000، 10,000، 100,000. هل الجهاد الإسلامي قادر أن يقتل 1,000,000 يهودي؟ أجابني إجابة موجودة. قال صراعنا مع إسرائيل ليس صراع قاتل ومقتول، وهدفي ليس أن أقتل أكبر عدد من اليهود، بل هدفي أن أحل الصراع وأن نعيش بأمان وحقوقنا. هذا ينقلنا لموضوع الطرف الآخر أو إسرائيل. يعني هذه الأيام يعني هي دولة متطرفة عنصرية يقودها العنصريون. رغم كل الجهود يعني والمسيرات والفعاليات، وصلت الأمور إلى أن يعني نتنياهو مع زمرته المتطرفة العنصرية يقوم بإقالة رئيس الشباك بطريقة يعني همجية ويعني غير قانونية. حتى المحكمة الإسرائيلية بالأمس وقضاة اليمين الذين فيها أجمعوا بأن هذه القرارات هي باطلة، وهذا يعكس السياسة التي تسير عليها. أنت يعني ربما من أكثر الناس المتخصصين وتقرؤون الواقع الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي بشكل جيد. كيف يمكن أن نصف الواقع في إسرائيل هذه الأيام؟ أنا أرى بأنه عندي وجهة نظر شخصية ولست نادم عليها. أنا في شهر 11/23 كتبت رسالة مفتوحة للسيد حسن نصر الله: لا تدخل هذه الحرب. وغضب الكثير من الأصدقاء، وبتعرف يعني القناة اللي بشتغل فيها يعني هذا كلام لا يقال. وحتى أصدقائي قالوا لي: شو بدك في هالقصة؟ وبعدما حدث ما حدث وحصل ما حصل، اتضح بأنه كانت نصيحتي في محلها. أنا أستاذ منجد أرى بأن إسرائيل أقامها وأسسها اليهود الغربيين. اليهود الشرقيين كانوا مجرد حطب قادمين. 1,000,000 يهودي عربي تركوا قصورهم ومحلاتهم، واليهودي في العالم العربي اسمه خواجة. وفي تعريف الخواجة هو من يملك مصلحة ويديرها. يعني هو عنده محل جوهرات وبديره، هو عنده محل ساعات وبديره. اليهود كانوا في العالم العربي أثرياء، أغنياء، مكرمين، عاشوا العصر الذهبي. كان المجتمع العربي في العراق وسوريا وفي مصر كل الخواجة. الخواجة يعني إنه عنده ماله اللي مكفيه ومصلحته وعمله وعنده عماله. خواجة كان. لما اجوا هون حلقوا لهم على السفر ورشوهم بالDDT ووضعوهم في مراكز ضد القمل. الذي أسس إسرائيل اليهود الغربيين. اليهود العرب 1,000,000 كانوا مجرد حطب، ضحوا بكل ما يملكوا في بغداد، وكانوا أسياد بغداد وأسياد دمشق وأسياد القاهرة وفنانين وعظماء، وجاءوا إلى هنا في حالة يرثى لها. في 2005 بعد 2010 ودخلت التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا، اليهود الغربيين قرأوا المستقبل صح، راحوا تركوا السياسة واشتغلوا في البزنس. أمثلة: أبراهام بورغ رئيس الكنيسة استقال وقال كبوش مشحيت، قال الاحتلال فاسد وأفسدنا، وراعى البزنس. نفتالي بنت راعى البزنس.
وين حيم رمون؟ وين اليهود الغربيين اللي أسسوا إسرائيل؟ راحوا على البزنس، تركوا إسرائيل لمين؟ لليهود الشرقيين. ابن الغفير عراقي، ميري ريجف، مريم رجب تونسية، تركوها لليهود العرب اللي ما غير معتادين إلا على أنظمة القمع أصلا. ولذلك تفكيرهم ضيق وعنصري. ولذلك ترى بأن اليهود الشرقيين الآن يلعبوا في السياسة، في شاس وفي غير شاس، واليهود الغربيين في البزنس. أول ما صار 7 أكتوبر اليهود الغربي أخذ بنته أو ابنه وطلع على اليونان وقعد في جزيرة. اليهودي الشرقي أخذها شخصي، ولا لا أقتل الفلسطينيين، ولا لا أسلخ جلدهم، ولا لا أدمر المخيمات. وأنا أرى بأنه معركتنا حدثت لكن معركتهم مؤجلة، وأن الصراع بين اليهود الغربيين واليهود الشرقيين المتمثل الآن في الصراع بين الجنرالات وبين نتنياهو مسألة وقت وينفجر. تحدثت في نهاية الجزء الأول عن الواقع الإسرائيلي والتقسيمات في المجتمع الإسرائيلي. هذا المجتمع وسياساته وحكومته وقراراتها يعني بالتأكيد تنعكس علينا كفلسطينيين، وبالتالي يعني ما يحصل في إسرائيل يؤثر بالتأكيد على أي شيء في فلسطين وفي الأراضي الفلسطينية. أنت كنت أول من ترجم وسعى لترجمة ما يجري في إسرائيل من باب أن يكون المواطن الفلسطيني على علم، ومن باب أن الإعلام الإسرائيلي ربما فيه هامش كبير وفيه معلومات وفيه دقة، لكن في الفترة الأخيرة يعني كثير حاولوا أن يعني يقلدوا ما تقوم وما قمت به دكتور ناصر. بالتالي الإعلام الإسرائيلي رغم حجم المعلومات اللي فيه لكنه يعني يقال بأنه غير بريء وأنه مسيس، وهناك أجهزة مخابرات تتلاعب ويعني تتلاعب بالمعلومة. بالتالي من وجهة نظرك أولا، هل الإعلام الإسرائيلي بريء فيما يطرح خصوصا في القضايا الفلسطينية؟ هلا معظم الصحفيين الإسرائيليين مستعربين، وبيجي عشان يحصل على المعلومة وبعدها ينقل المعلومة للضباط ويجي يقصفك عادي. ووصل الأمر أنه بعضهم خرج على الهواء وقال اذبح غزة، وهو بالأسماء يعني وسقطوا. يعني دان كاشميرو راح على لبنان وكبس بإيده فجر منزل، وديموليش هاوسز تفجير المنازل جريمة حرب. صحيح. صحفي بخرج على التلفزيون، مذيع أساسي بفجر بيت بإيده. صحفي آخر بدعو لقطع الهواء والحليب والأكسجين عن غزة. صحفي آخر بدعو لمسح المخيمات. هذا مش صحافة، هذول ضباط مستعربين. 2، الترجمة المقصود منها أن ترى وجهتين نظر. قدمت البرنامج بغض النظر، تحدثنا كثيرا عن الموضوع، وحظي باهتمام قادة الدول وأصحاب القرار. يعني أذكر أبو عمار الله يرحمه كان يتصل فيا وأنا أترجم، طلعوني على الهواء يقولوا لي سيادة الرئيس بده إياك. نعم سيادة الرئيس. كل إيه ده؟ يسأل عن يعني يكون يتابع في البرنامج. أعرف تماما أنه الرئيس السوري تابع، وملوك وزعماء وقادة الدول، لأنه كانوا بدهم يسمعوا وجهة النظر بدون فلتر. لكن مؤخرا أسأنا استخدام الترجمة، وأنا توقفت بعد حوالي يعني أكثر من 10 سنين 10,000 حلقة. كان برنامج يومي، وهذا يعني لم يحدث. سألت تيد كوبل صحفي أمريكي مشهور، قلت له قديه راتبك؟ قال لي $2.5 مليون. وانت قديش راتبك؟ قلت له والله بلاش تعرف أحسن. قال لي لا. ليه بعطوك $2.5 مليون؟ قال لي انت عارف كم حلقة لايف مقدم أنا في حياتي؟ قلت له كم؟ قال لي 1800 حلقة لايف. نظر لي بشفقة يعني، وقال لي كم حلقة انت مقدم؟ كنا في واشنطن. قلت له لا من فضلة خيرك 7,000 حلقة. قال لي شو؟ قلت له 7,000 حلقة لايف. قال لي بهمني أعرف قديش راتبك. قلت له أنت $2.5 مليون. قال لي قلت له أنا $2,500، بروح منهم 1,500 ضيافة للضيوف والقهوة والشاي. مؤخرا
وجدت في سوء استخدام آلمني، آلم ثقافتي. أنا مقتنع أن الصحافة جزء من العلوم. وجدت أنه فتح بيأخذ الجزء اللي بخصهم، اللي بيهاجم حماس ويقول عن حماس دفشين وبيعرفوش يشتغلوا وبيحبوا يفاوضوا من تحت الطاولة وبينشروها. وجدت حماس بنفس بيشوف أي انتقاد للسلطة بأخذوها وببثوها، وهذول حاطين صوتي على أبو مازن وولاده، وهذول حاطين صوتي على على هنية الله يرحمه صديقي الله يرحمه هو وولاده، يجتزئون. فخجلت من نفسي. صرت أطلع على التيك توك وأطلع، وأنا غير محظوظ في السوشيال ميديا، كل ما وصل 2 مليون ونص يتم شطب الصفحة، بتشطب الصفحة، لدرجة أني مللت يعني من هذا الموضوع. فيسبوك في 2015 كنت 1.5 مليون، من 2015 ل 2020 ما زادش ولا مشاهد. قلت طب يعني ليه طلع فيه يعني ممنوع حد. وصلت لقناعة أني ما أترجم أحسن، لأنه لا هدول بدهم يفهموا ولا هدول بدهم يفهموا، ولا يريدون الحقيقة، بدهم يستخدموك وهدول بدهم يستخدموك، والمواطن أصبح ضحيتي وأنا ضحية نفسي. فتوقفت عن الترجمة وتركتها ولم أعد إليها. أشكرك يا ربما. كنت سأسألك عن جيش المترجمين الذي يعني يحاول لا أنا نعم. على راسي كلهم، على راسي. نعم. أستاذ منجد، ما أنت عارف الزملاء وإحنا واجبنا نحترمهم، وأي حد بده مني، لكن يجب أن يكون هناك مهنية في العمل. أنا لست أنا في نقابة صحفيين، وأنت حبيبي يا منجد تورطني مع الزملاء. لا أريد توريطك، لكن أخوتي وأبنائي وبناتي وزميلاتي، وأي حد بده أي خدمة طبعا مجانية أنا جاهز على راسي. هلا كل واحد له طريقته في الترجمة. أنا كنت أترجم للناس البسطاء، عشان أقول لك أنا ما ترجمت مصلحة فلان أو علان. لا أنا ما ترجمت لصناع القرار. أنا ترجمت للنساء اللواتي كنا يخفن على أولادهن أن يموتوا، للي ما بيعرف يقرأ، للي ما بيعرف يكتب، للي ما بيعرف يشوف الشاشة، للمرضى، للعجائز. وكنت أقول يا رضا الله ورضا الوالدين، مش شو دخلها بالعبري، لأني أنا كنت أترجم لطبقة لا يستطيع أن يشتري فيها الصحيفة العبري اللي ثمنها 15 شيكل. فهذا ليس لديه مراكز أبحاث. الأم اللي في مخيم عايدة، والأم اللي في العروب والفوار وفي الخليل وفي طقوع وفي التعامرة وفي بيت لحم، اللي ما بتقدر تشتري الصحيفة العبري وما بتعرف لغة وما بتعرف تشوف وما بتعرف، فكنت أنا أترجم لها لأنه هذا حقها أن تعرف. لكن أصبح الآن النخب اللي معهم مصاري ومعهم إمكانية يشتروا الصحيفة كلها، مش بس يشتروا الصحيفة بموظفيها، أصبحوا بدهم يستفيدوا من الترجمة ضد خصمه، وأنا أكره ذلك. وكأنك تقرأ أفكاري. أنا كنت سأسألك عن موضوع واقع الإعلام الفلسطيني اليوم، يعني خصوصا الإعلام المستقل والذي يسعى لتقديم خدمة مهنية باستقلالية وبأداء، يعني من أجل خدمة المجتمع كما تحدثت. يعني أبسط الناس من حقهم أن يعرفوا المعلومات، وبالتالي يعني واقع صعب يعني تعيشه المؤسسات الإعلامية. ما هلا إجابتي أرجو إنه يعني ما تثير استياء أحد، بس أنا ما بتابع قناة، أنا بتابع برنامج. يعني ما بقول بأن كويسة أو مش كويسة، ما بقول راديو بلدنا ولا راديو أمواج ولا قناة المنار ولا الميادين، ولا أنا بتابع برنامج، ببحث عن برنامج. فلما بشوف إنه موجود فلان على قناة بفتح عشان أشوف شو بيحكي. فحتى لو كانت قناة إسرائيل، حتى لو كانت CNN أو فوكس نيوز. وبرأيي إنه غالبية الناس بتابعوا شخص وبرنامج، ما بتابعوا قناة. يعني أنت بأن مستحيل إنك تجبر زوجتك وولادك وبناتك إنه يضلوا فاتحين 24 ساعة على BNN. صحيح. بجوز بده ينقل يحط على ناشونال جيوغرافي، بجوز بده يحط على كرتون MBC3 كرة قدم كرة قدم بده يشوف. فأنت لست عبد مسلم عقلك لقناة وخلص. أنت بإيدك الريموت وبتشوف. النقطة الثانية والأهم إنه اليوم برأيي أنا التلفزيون سوف ينتهي. التلفزيون، جهاز التلفزيون في الدار للي عمره 40 سنة وفوق، قد يكون 45 سنة وفوق. لكن الجيل الجديد إذا بدخل شقة ما فيها تلفزيون
عادي بيعيش بكمل وبيعيش سنوات بدون. جيلنا إذا بدخل ما بلقى التلفزيون أهم من الحمام، إذا ما بلقى التلفزيون ما بقدر يعيش، افتحوا لي التلفزيون. اليوم لما كنا نحكي إنه الصحف الورقية ستنتهي وانتهت تقريبا في العالم، صحيح، بلاش اللي هون يزعلوا، أنا بقول لك التلفزيونات رح تنتهي. اليوم السمارت فون والاي اي الذكاء الاصطناعي عم حتى صحافة الاونلاين انتهت تقريبا، هو بغطي مساحات. لذلك دعونا نجري نقاشات. وعلى فكرة أنا يعني صديق العمر أبو جهاد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين، احنا تعرضنا، احنا لعبادة تعرضنا، لازم نقعد مع بعض، لازم النقابة تجمعنا بدون شروط وبدون عنوان، بس نتفقد أنفسنا، مين ضل، مين انجلط، مين فلس، مين انفصل من عمله، مين فقد عائلته. بس نقعد كصحفيين نتفقد حالنا. يجب أن يكون مش على السريع، بس في لازم يكون في مساحة للتأمل. أنا بشوف الورشات اللي بتخص الصحفيين، نصبح البرنامج من 7:30، قوم بسرعة، خذ الدش بسرعة، المحاضرة 8:30، هذا ما بتصل المغرب، الله أنت بدك دكتور، الله أنت منتهي يا عم. مش هيك، أعطونا مساحة نجلس نفكر مع بعض. أنا إلي 2-3 ما شفتش منجد، خلينا نطلع في منجد أسمع منه قصة. مجرد ما نقعد بالحديقة ونستمع لبعض هذا علاج، خصوصا في ظل ما يعني الهجمة والإبادة، يعني صحفيين يحرقون يعني قبل يومين. بتعيش نفس شعوري بالتأكيد، صحيح. بنروح يعني على دول عربية وتركيا وأمريكا، اسرع 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 يا عم، أنا جاي أشتغل أشغال شاقة وهو مؤتمر صحفي ولا أشغال شاقة؟ ندوة للصحفيين، استنى ندوة للصحفيين، أعطيني أفكر. أنت مين يا عمي؟ أنا من دير شبيقل، جلستي أنا وياه في الحديقة فنجان قهوة. كيف تشتغل دير شبيقل؟ أنا زرتها، حاطين صورة ياسر عرفات. CNN لاري كينج يهودي أشهر مذيع CNN في مكتبه حاط صورة ياسر عرفات. طب خلينا أفكر شوي، اسرع اسرع اسرع، يلا يلا، بطل مؤتمر للصحفيين. مؤتمر الصحفيين بده يكون فيه تأمل، بده يكون فيه قراءة للذات. والنقابة هذه مش مكلف، يعني بإمكانها تأخذ أي قاعة من أي فندق أو أي مكان. هذا إحنا في حالة حرب الآن. أهمية أن يعني يستمعوا لواقعنا، نطلع على حالنا بالمراه. يعني دكتور ناصر، يعني في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك. أنا مشتاق لك شخصيا، وأنا يعني تشرفت بك وتشرفت بأن تكون ضيفنا الأول في بودكاست حياة، هذا البودكاست الذي نطلقه رغم الظروف الصعبة، لأننا ندرك. عملنا أكثر، ما أنا عملت أنا وياك في التلفزيون المهد، عملت أنا وياك في التلفزيون بيت لحم تقريبا، أنت عملت في الرعاة، وبعدين عملنا في معا، أنت من المؤسسين معا، وبعدين اشتغلنا في أكثر من مؤسسة. صحيح. أنت رجل طيب ومحظوظين الزملاء في شخص محترم زيك، وأنا مبسوط أني تعرفت على الجيل الجديد وأفكارهم. وبعدين لا يكون لك الجيل الجديد وإحنا لا حدا أعطانا، لا اللي قبلنا أعطانا الراية ولا اللي بعدنا رافضين نعطيه الراية. زي ما قلت خذوا الراية وبنبوسكوا بس خذوه، صدقني ما حدا أعطانا الراية. صحيح. هي نخرج نقترب من عمر 60، تجاوزنا 50 سنة وما حدا أعطانا الراية. بالضبط. بقول لك أخذتوا الراية، ما خدناش. نعم. ما خدناش نحن راية. بذلنا وعايشنا ظروف صعبة، والله ما خدنا. نعم. ما حدا أعطانا لا راية اقتصادية ولا سياسية ولا إعلامية ولا إدارية ولا إعلامية. نعم. والله بيعلم. شكرا لك، عن جد حديث لا يمل، وربما هناك الكثير لكن لضيق الوقت يعني انتهينا، ونحن لا نريد أن نثقل عليك. شكرا لك يعني، وتشرفنا بك اليوم. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، يعني كانت هذه الحلقة الأولى من بودكاست حياة. تابعونا دائما عبر منصات شبكة فلسطين الإخبارية PNN، ودائما نسعى لأن نكون صوت الناس وصوت الحقيقة بكل مهنية واستقلالية في ظل ظروف معقدة، لكننا ندرك بأن الحياة في فلسطين لها جوانب كثيرة يجب أن نعمل من أجلها.